كان الملك الراحل الحسن الثاني محبا للفن والفنانين، وربطته صداقات مع كبار الفنانين المعاصرين له من موسيقيين وأدباء، كانوا يتوافدون على المغرب ويستقبلهم في قصره. ونذكر من الفنانين الذين زاروا المغرب في فترة السبعينات من القرن الماضي محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش وصباح وفايزة أحمد وغيرهم. ويبقى أكبر أصدقاء الملك هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي خص الملك بعدة أغاني تمجده، أبرزها الأغنية الشهيرة الماء والخضرة والوجه الحسن. وكان رائد الرومانسية في العالم العربي قد زار المغرب مرات كثيرة، إلا أن زيارته إلى المملكة سنة 1971 كان لها طعم مختلف. فأثناء زيارته إلى المغرب سنة 1971 بدعوة من الملك الحسن الثاني، عاش المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ أصعب لحظات حياته، إذ أن زيارته تزامنت مع المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في القصر الملكي بالسخيرات. في تلك السنة كان الملك الراحل يستعد للاحتفال بعيد ميلاده 42، ودعا لتلك المناسبة كبار الفنانين في مصر. وفي الليلة التي سبقت يوم الاحتفال غنت فايزة أحمد وعبد الحليم حافظ وعبد الوهاب. وأما يوم الاحتفال فقد دعا إليه الملك فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب، وكان الملك ينوي قيادة الفرقة الموسيقية بنفسه. خلال ذلك اليوم ذهب عبد الحليم حافظ لتسجيل أغنية وطنية بمحطة الإذاعة الرئيسية بالرباط بطلب من الملك، فلم يستطع حضور حفل الغداء، وبذلك كان قد أفلت من الاحتجاز حينما داهم الانقلابيون القصر الملكي بقيادة الجنرال محمد المذبوح والكولونيل محمد عبابو، اللذان احتجز الملك الحسن الثاني. وبالتزامن مع مداهمة القصر الملكي تم احتجاز عبد الحليم حافظ في محطة الإذاعة التي سيطر عليها الانقلابيون، والذين حاولوا إجبار الفنان المصري على قراءة بيان الانقلاب، لكنه رفض بشدة أن يقوم بذلك. وخاطبهم الفنان المصري قائلا: أنصحكم ألا تدخلوا مصر في هذا الموضوع. بعد ذلك تعامل الانقلابيون بإيجابية مع كلام المطرب المصري وأخلوا سبيله، وأجبروا الملحن المغربي الكفيف عبد السلام عامر الذي كان برفقة عبد الحليم حافظ على تلاوة البيان. مباشرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة غادر كل الفنانين المصريين إلى بلادهم، ولم يتأخروا بعد الحادث لحظة واحدة. لكن عبد الحليم بقي في المغرب مدة طويلة بخلاف الجميع، فقد أصر على البقاء بالمملكة للاطمئنان على صديقه الملك شخصيا ومساندته في محنته.